السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في القناة. أنتم غتسمعوا شنو وقع للفنانة دنيا بوطازوط. هاد العام عاوتاني غتقدم البرنامج ديال لالا العروسة اللي تقدموا للمرة الثالثة. الفنانة دنيا بوطازوط صراحة نقول لكم واحد الفنانة اللي كتقن جميع الأدوار، وعليها واحد الهجوم اللي لحد الآن ما مفهومش. واش حيتاش يعني دائما كتنجح في الأدوار ديالها، واش حيت واحد الإنسانة محبوبة للجماهير. يعني هادشي اللي تعرضت ليه عاوتاني، وهي كدير الاشهار البرنامج ديال العروسه اللي غادي يكون قريبا، اللي غادي يكون في التلفزه المغربيه القناه الاولى، واللي دارت اشهار بواحد المقطع ديال الفيديو واللي غتشوفوا دابا يا شنو لبسات. وصراحه نقول لكم بنادم بدا كيتنمر و يعني وكيعطيو الاراء ديالهم من دابا. يعني بنادم كيبغي يدخل في العظم ديال بنادم، ما كيبغيش يدير سوق راسو. والفنانة دنيا بوطازوط جالها دوك التعاليق، ولكن البعض منهم سم الكحل اللي دائما كتعاني منه الفنانة دنيا بوطازوط. كما كتشوفوا ان الفنانة دنيا بوطازوط لابسة تقشيطة، يعني كما كتشوفوها زوينة بزاف رائعة. والخدمة يعني اصلا القفطان المغربي ولا كلشي بالخدمة القديمة، يعني داكشي ديال شحال هادي اللي ولا دابا، واثواب ديال القديم داكشي اللي ولا دابا. وهي لبسات هاد التقشيطة هادي، واللي تعرضت عليها لواحد الهجوم كبير بزاف. وحتى كتبات ليها الله اكبر اختي يا دنيا، واخا ما تلقاي ما تلبسي اش هاد الحالة. يعني والناس في التعاليق تبارك الله حتى هما ما قصروش من جهدهم. يعني قالوا لها لبسي شي حاجه اللي تحمر لينا وجهنا، لبسي شي حاجه. بالعكس انا ما شفت حتى حاجه خايبه في هاد التكشيطه اللي لابسه تبارك الله عليها، وفي كامل الاناقه ديالها. وبنادم ما كيعرف يعني ولا كيشوفوا الزوق من برا، وكيشوفوش داكشي التقليدي وداكشي الفري ديال بصح. الله يهدي ما خلق. شكرا.